بتتابع تطورات ملف الأزمة القبطية في قرية سور مركز أصفيح. معنا دلوقتي أبونا القسي أبونا بلمون يواقيم، راعي كنيسة الشهيدين ماريمينا وماري جرجس بقرية سور. سلام يا أبونا. سلام ونعم أهلا. سلام. إيه الأخبار الجديدة يا أبونا؟ أخبار مفرحة وجميلة وربنا يكمل الأفراح. يا ابونا عايز اسال، بما ان قلتك فتحت الموضوع التحقيق واخذ اقوالك في النيابه، يعني اهم ما جاء في اقوال قلتك ايه؟ هم طلبوا سرد الموضوع من بدايته لنهايته. طلبوا سرد الموضوع من بدايته لنهايته، وحصل مع اسئلتهم واحنا نجاوب عليها. اهم ما كنت احب انا اوضحه لهم الاشاعات الخايبه اللي مطلعينها جماعة ناس في القرية بأننا ناس صحراء، وبأننا مكان لشرب الخمرة، وبأننا سلاح وذخيرة وملابس حريمي. للأسف أشعات يعني الواحد يشمئز من إنه يكررها. فأنا يعني اضطريت إني أرد قدام السيد رئيس النيابة على الأسئلة ديت بردود دامغة. يعني جزئية، سامحني يا ابونا، جزئية الملابس وجزئية الخمور والسحر، يعني رد قلتك عليها كان ايه؟ جزئية الملابس احنا يعني بنجهز عرايس في الكنيسة، فبالضرورة بيكون في ملابس. كمان غير كده في بيوت اللي اتنهبت في شارع الكنيسة عندهم عرايس بيجهزوها. فهم الناس دول نهبوا مش بس الكنيسة، نهبوا الكنيسة ونهبوا البيوت المحيطة، والبيوت دي كان فيها جهاز عرايس. فهم خدوا من هنا وخدوا من هنا ولفقوا تهم للكنيسة. ده بالنسبة لجزئية الملابس. طب الخمور والسحر؟ بالنسبة للخمور احنا كنا حاطين ازايز فاضية للأباركة على السطح. الكلام ده جهزناه من وقت ما كان الناس المساجين بيهربوا من السجون في الوقت ده، وكان في تهديدات وقتها على الكنيسة بالهجوم عليها. على اساس ان وصلتنا تهديدات بكده. فاحنا من وقتها انا امرت الخدام انهم يطلعوا كل الازايز الفاضية على السطح، يعني ردا منا على اي هجوم ممكن يقع على الكنيسة. تمام. هم شافوا الازايز الفاضية دي كتيرة، قالوا ده الناس بتشرب خمرة ومية، ودي الازايز الاباركة اللي بنصلي بيها القداسات. بالظبط كده. من ناحية السحر بقى يعني هم شافوا الكتب المقدسة، الكتب القبطية اللي باللغة القبطية، ويبدو ان اللغة القبطية بالنسبة لهم غريبة، فقالوا دي كتب لاستعمال السحر. زائد انه في بعض كشوف معرفش جابوها من اي مصدر، وكشوف دي قديمة من الثمانينات، والكنيسة من سنة 2000. يعني الكشوف اللي جايبينها دي من الثمانينات والكنيسة من سنة 2000. فإذا كانت الكشوف دي تخص سحر، فماله مال الكنيسة ومالها؟ والكنيسة بعدها بحسبة 15 سنة بعد تاريخ الكشوف دي. يعني خليني برضو استرجع مع حضرتك الحوار الذي دار بين فضيلتك وبين الشباب من المسلمين الغاضبين. طيب حفيظة هؤلاء الشباب علامة كانت هذه الإثارة؟ جميل. سألناه سؤالا واضحا: لما حرقتم وهدمتم الكنيسة؟ أيوة. فأجابوا وقالوا بأننا ما خرجنا أبدا لنهدم الكنيسة، وما كانت النية أثناء الخروج لهدم الكنيسة. أنا لا أريد أن أرجع إلى الماضي حتى لا يعني أزيد الجرح اتساعا ونزفا، لكن على أي حال لحادثين فرديين بين شابين وفتاتين ولن أزيد على ذلك. تمام. حدث حالة قتل لرجل من المسلمين، قتل هذا الرجل المقتول شابا آخر من نفس العائلة. صحيح. ممن جرت دماء الغيرة في عروقه. ولا أريد أن يعني أوضح أكثر من ذلك. وصلت. فلما قتل هذا الشاب وكان محبوبا جدا من شباب القرية كما أخبرني الشباب، وعادوا من جنازته وهم يحملون يعني قلوبا تشتعل فيها النيران، عادوا على الكنيسة في حالة موقف معين مع هذا الغضب وهذا الانفعال. توجهوا مباشرة نحو الكنيسة. لماذا؟ توجهوا مباشرة نحو الكنيسة
للوصول إلى هذا الشاب الثاني. خلي بال حضرتك، تمام. للوصول إلى هذا الشاب الثاني. الشاب الأولاني كانت قضيته قديمة وكانت قد تنوسيت ثم استدعيت مع هذه الأزمة الجديدة. تمام. فهم ذهبوا إلى الكنيسة للوصول إلى هذا بحثا عن الشاب الثاني. بحثا عن الشاب الثاني. فلما دخلوا وقفوا على بعض الأوراق، وأنا رأيتها بعيني على بعض الأوراق فيها أسماء لبعض المسلمين من الرجال والنساء، والمسلمون يشكون هنالك من حالات سحر كثيرة مروعة. هذا هو السبب الذي أثار حفيظة الشباب حين رأوا بعض هذه الأسماء لأسماء ناس يعرفونها في القرية وفي غير القرية، فثارت حفيظتهم وبدأوا يدمرون كل شيء يقع تحت أيديهم. ووقعت الأزمة الحقيقية بالفعل، ولم يصلوا إلى هذا الشاب لأنه لم يكن موجودا. طيب، أنا عايز أستوقف فضيلتك، وأنا محترم في فضيلتك يعني التحفظ على الدخول في المسائل اللي فيها أعراض وفيها يعني شرف، لكن في النهاية أيضا لماذا هذا التحول؟ وأنا عايز أرجع دايما كل الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين. يعني نحن لدينا أمور كثيرة نسميها في العلاقات الاجتماعية. هذه علاقة ما بين شاب وفتاة وشاب وفتاة، تحدث كثيرا ما بين مسلم ومسلمة، وتحدث كثيرا ما بين مسيحي ومسيحية، وما بين مسيحي ومسلمة أو مسلم ومسيحية. ما الذي يحولها فورا من مشكلة اجتماعية، مشكلة لها علاقة بالشرف، إلى مشكلة طائفية لها علاقة بالديانة؟ جميل. هذا كبت يحمله شبابنا المسلم في قلوبه منذ سنوات طويلة مضت. لو استمعت الآن إلى كم القهر وإلى كم الكبت الذي يعبر عنه شبابنا طيلة السنوات الماضية، حتى أنهم قالوا بأن هذه الكنيسة قد بنيت رغما عن أنوفهم، فهم يحملون حالة من الاحتقان القديم. إذن هذا التراكم الشديد. وهم أخبروني أن الكنيسة ما بنيت إلا من 11 سنة، وبنيت رغم أنوفهم بحالة التعذيب والقهر والكبت التي كانت معروفة ومعلومة. فهذا لا تتصور أنه نتيجة حقيقية تساوي حجم الخطأ اللي وقع فيه فرد أو فردان، إنما هذا تراكم لسنوات طويلة لنضع الأمر في نصابه ونضع الأمر في حجمه. فشبابنا الآن يعاني فعلا، ولذلك نحن اليوم شعرنا بصعوبة بالغة في إقناع هذا الشباب وفي محاولة تهدئته. ولو سمحت لي فضلتك إنصافا أيضا، والشباب المسيحيين يحملون قدرا أيضا من التراكم في الكبت ومن المشاكل، وظلموا في أشياء كثيرة وتم الاعتداء عليهم في مناطق أخرى، فتراكم الكبت لدى الفريقين هو ما ولد الصدام. أي نعم، حتى لا تصور أحد أن الأمر بهذه السذاجة وبهذه السطحية. لا، ده هذا الأمر له جذور وجذور متغلغلة في القلوب، فأحدثت هذا الانفجار الذي لا يمكن على الإطلاق أن يكون نتيجة لخطأ فرد هنا أو فتاة هنالك.